السلام عليكم. معكم رشيدة من قناة كويزين رشيدة الغزواني. اليوم غنشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير العقدة ديال السيترون اللي كتدوم مدة طويلة ما كيوقع لا والو وما كتخسرش. هاد العقدة كنحضروا بها بزاف ديال الانواع العصير اللي غنشوفوا دابا واحد 4 ديال الشكالات، وكنحتاجوها حتى في تحضير بعض الحلويات. ندوزو المقادير وطريقة تحضير العقدة، ومن بعد نشوفوا طريقة تحضير والمقادير ديال العصير اللي غنصايبو من بعد. هاد العقدة انا درت تقريبا 3 كيلو ديال السيترون اللي عطاتني لتر ونص ديال العصير تقريبا. هاد السيترون 3 كيلو ديال السيترون حكيتها في المحكه رقيقه هادي. وانتم خصكم تشوفوا السيترون يكون من النوع الجيد اللي تكون القشره ديالو واقفه وتكون حرشه غليظه وما يكونش السيترون ناشف باش يعطيك العبار. علاش؟ لحيت الا كانت السيترون واقف وجلده قشره ديالو غليظه غادي يعطيني واحد الكميه كثيره ديال لو زيست، وإلا كان رطب ما كيبغيش يتحك وما كيعطينيش لو جيست ديالو كتير، ما كيكونش لو زيست كتير. من بعد ما حكيت السيترون كنعصرو كامل. داك 3 كيلو تقريبا 3 كيلو عطاتني انا لتر ونص ديال العصير. وهاد العصير هو اللي غادي ناخذو به العبار اللي غنعبرو عليه السكر. الكميه اللي حصلت عليها هي هذه، قلت لكم حصلت على لتر ونص ديال العصير. وهاد لتر ونص ديال العصير كل نص لترو كتدخل فيه 750 غرام ديال السكر. يعني نص لترو ديال العصير السيترون كتدخل فيه كنزيدو عليها 750 غرام ديال السكر. ولو زيست خصو يكون كتير، يعني باش كيجينا المذاق ديال السيترون قوي والنكهه قويه. دابا عندي هنا 3 كيلو ديال السيترون اللي حكيته وعطاتني هاد لو زيست هذا راه كتير، يعني سيترون كبير وموجب وقشره ديالو غليظه، وعطاتني لتر ونص ديال العصير. وعندي هنا يعني 750 غرام ديال السكر مضروبه في 3، يعني نص لتر. كنخوي داك لو زيست في شي انيه ما تكونش ديال بلاستيك وما تكونش ديال الالومنيوم، تكون ديال الدجاج او ديال الاينوكس. كنخويو عليها السكر وكنحركو مزيان. علاش؟ لحيت غيبقى لنا، علاش الانيه كنقول لكم ما تكونش بلاستيك ولا هذا، لحيت غيدوز واحد المده ديال تقريبا يومين ولا هذا، وحنا كنحركو فيه حتى كذوب لنا السكر، حتى كيذوب لنا السكر مزيان ما كيبقاش فيه حس السكر، حتى كيولي على شكل كونفيتور بحال الكونفيتور. يعني ملي كنبقاو نحركو فيه اليوم هاد الساعه وهاد الساعه وهاد الساعه داك السكر كيذوب وصافي. ومن بعد كيولي جاهز. ديك الساعات كديروه في القراعي ديال الدجاج وكنحطوه في الثلاجه. الا كانت كميه قليله كنحطوها في الثلاجه، كانت كميه كثيره كنحطوها في المجمد. وملي كتحطوه في المجمد كيولي ساهل باش تهزو، كيولي معلك. هانتوما كنحرك على هذا الشكل، كنبقى كنحرك كيدوز واحد، المهم على حسب نهار ونص ولا هذا، المهم ما يبقاش حس السكر فيه. صافي على هذا الشكل. ودابا غادي ندوزو. عندي كنت ديجا وجدت من قبل واحد الكميه ديال العقده، وهاد العقده كنحتاجها انا بزاف في تحضير الحلويات. كنسم بها لي كريم لي غاتو، وكنسقي بها الجينواز، كندير بها الكيك. بزاف ديال الوصفات. ان شاء الله في الفيديوهات المقبلين غادي تلقاو الوصفات فيهم العقده ديال السيترون. هذاك السيترون اللي كتشوفوا دابا هذا كان عندي في المجمد، كيجي على كيولي على هذا الشكل.
غندير 2 معلقات كبارين عامرين مزيان، يعني هذا راه عاقد. وغنخوي عليه 3 الكيسان ديال الماء، يعني يطرو لارب ديال الماء، والماء يكون بارد حيت السيترون باش تحس بداك الانتعاش ديال السيترون وتحس بالمذاق، وهذا خصو يكون بارد. كيجي صدقوني كيجي زوين بزاف، كيجي رائع، وسيرتو في الصيف. يا سلام، زعما غزال، كيجي فن وطبيعي. وبالنسبه للحلاوه، الا شفتوا داك الكميه اللي درت ديال السكر نتوما كتحكموا فيها. ملي كتزيدوه الماء، يعني كتحيدوا داك الحلاوه، كديروا الماء اللي بغيتو صافي. وكندير نصفيوه فشي صفاي يكون رقيق، ما يدوزناش الشتب ديال داك لو زيست، ما يدوش صافي. كيولي كيكون جاهز للتقديم. كنصبوه في الكؤوس ديال التقديم وكنقدموه على هذا الشكل رائع. من بعد يومين كنحصل على هاد العقده ديال السيترون. هانتوما شوفوا كي كيجي. من بعد يومين ديال التحراك بدون توقف، كنحرك دابا وساعه باش كيذوب السكر في مره صافي. كنحصل على هاد العقده بلو زيست بكل شيء، ما كنصفيه ما حتى شي حاجه، وكنخلي داك لو زيست محدو، كيبقى داك لو زيست تما، كيبقى راقد. واحد كل ما بقى مده طويله كل ما زاد طلق المذاق ديال السيترون صافي. وكنعمرو في القراعي ديال الدجاج، كنحطو في الثلاجه، وقت ما احتاج كنهز منه، ما كيخسر ما حتى شي حاجه. غنحضروا واحد 3 ديال الانواع ديال العصير بالعقده اللي وجدنا منسمين. واحد منسم بالزنجبيل، وواحد منسم بالنعناع، وواحد ديال والماس بنكهه السيترون. وكنحتاجوا الماء بارد، ضروري الماء بارد. بالنسبه للوالماس غادي نصفي واحد 2 معلقات ديال العقده، غنصفيهم من لو زيست، ما نخليش فيهم لو زيست، غنصفيهم. وهاد العقده هي اللي وجدت، يعني مازال ما حطيتها لا في الثلاجه ولا في كونجيلاتور. والعقده اللي شفتوني وجدت بها العصير ديال السيترون بوحدو، هذيك كانت ديجا عندي في المجمد صافي. غادي نخليها ابار، وغادي نمشي نحضر العصير ديال السيترون بنكهه النعناع. غندير 2 معالق ديال العقده، وغنزيد عليهم النعناع، نديرهم في الكاس مولينيكس، وغنزيد عليهم واحد الكاس كبير ديال الماء يكون بارد صافي. ونطحن في الخلاط الكهربائي، نطحن الكل ونصفيه. وهكا نكون حصلت على عصير ديال السيترون بنكهه النعناع. كنقطع الزنجبيل اطريفات، وكنزيد عليه حتى هو 2 معلقات ديال العقده ديال السيترون، وكنزيد كاس ديال الماء كبير بارد، وكنطحن الكل في الخلاط الكهربائي. وهكذا كنكون حصلت على عصير السيترون بنكهه الزنجبيل. كنحيد داك الرغوه ديال النعناع. نتوما بغيتو تخليوه كتخليوه، هذيك ماشي شي حاجه. داك العقده اللي صفيت في الاول غنديرها في الكاس في الكؤوس ديال التقديم، وكنخوي عليها والماس. وهكا كنكون حصلت على والماس بنكهه
السيترون. هادو هما الانواع ديال العصير اللي حصلنا عليهم بالعقده اللي صايبنا. هذا هو الماس بنكهه السيترون، كيجي زوين ورائع ونسمه غزاله. وهذا عصير سيترون بالنعناع، وهذا عصير سيترون بالزنجبيل، وهذا عصير ديال السيترون بوحديتو. كنتمنى تجربوا هاد الوصفات اللي درت اليوم ويعجبوكم وتشكروني عليهم.